اهلا اهلا. دول 4 لفات للخمار، ممكن نلفهم في رمضان ونطول خمارنا ونستعد بقى ان شاء الله اكتر، وينفعوا طبعا العيد والايام العاديه زي الفل. عشان احنا خلقنا بقى ضيق قوي، فانا قررت ان انا اسرع لكم الفيديوهات ويخلصوا في دقيقتين. ده خمار 1.5 في 1.5 متر، ما تنتش الاتنين قد بعض، سبت مسافة. واللفة دي هي أول لفة عملتها على يوتيوب وتحفة جدا. بنجيب طرف نحطه كده من تحت، ونجيب الطرف التاني نثبته عليه بدبوس، وبعد كده نظبط الجوانب ونحط الدبابيس ونظبط الحركات بتاعتنا، وهنلاقي اللفة طويلة وشيك وشبه الطرحة كده شوية وزي القمر. بس كده. وطبعا الطرف اللي نازل ده ممكن نهش بيه الدبان، نهوي بيه في الحر، ينفع لحاجات كتير قوي. نخش على اللفة التانية، برضو نفس الطريقة. الخمار مش متني قوي، الاتنين قد بعض، بحطهم انا هنا. طبعا كنت عامله لكم بالراحه، بعد كده بسرعه جدا مفيش وقت. من قدام خلي بالكم انا بتني تانية كمان عشان تظبط الحته اللي من قدام دي، شايفينها؟ بس هنحط طرف من تحت ونحط الطرف التاني فوق دماغنا، وبعد كده نثبت بدبابيس، وهنلاقي اللفه بتخلص معانا في ثانيه. مفيش وقت يا جماعه، كله بسرعه بسرعه. طبعا انا بديكوا حتى بالراحه، وبعد كده تلاقوني بقول لكم ايه، يلا بسرعه بسرعه، مفيش وقت، بسرعه. انا فكيت الطرف اللي فوق على دماغي ولفيته كده من ورا، اللي هي احطها على كتفي، وكده بقت لفه جديده عادي جدا. اخر لفه بقى هنلفها زي الطرحه، يعني هتجيبي طرف قصير من الجنب كده، هتحطي الطرف ده وتكملي اللفه عادي خالص خالص، كانها طرحه عاديه. هتلاقيها عملت 7 من قدام وكمان 7 من ورا. بصوا الدبوس حتى كمان مش عايز تحط، اهو اللفه فوق. هتلاقوها عملت معاكم بقى 7 من قدام، اموره جدا. بس ظبطوا من تحت تاني يبقوا قد بعض عشان ما تكونش شفافه كده. والبسوا من تحت طبعا حاجه لازم تداري الرقبه. بس ظبطنا الدبابيس من قدام. من ورا بقى بفك شويه التانيتين عشان تعمل 7 كده طويله وتبقى ساتره قوي. وخلي بالكوا ان لبسكوا لازم يكون واسع وساتر. وبس كده خلاص.